منذ ملايين السنين قبل وجود البشر، قبل أن تضاء الأرض بنفس إنسان، كان هناك عالم آخر، عالم مليء بالملائكة يسبحون الله آناء الليل وأطراف النهار. وفي هذا الهدوء السماوي صدر الأمر الإلهي بخلق سيدنا آدم عليه السلام، أمر يبدأ مع تاريخ البشرية، سيبدأ معه نحن، سيبدأ معه تاريخ الإنسان. اليوم سوف نحكي لكم القصة منذ البداية، قصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له وتمرد إبليس اللعين، ثم خلق حواء وسكن الجنة والخروج منها، ثم بداية العداء الأبدي، ثم نروي حادثة ابني آدم هابيل وقابيل، أول جريمة قتل حدثت في التاريخ. إنها قصة ليست خيالا بل حقائق ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم لتكون عبرة لكل من يأتي بعدهم. البداية خلق آدم من طين. يبدأ المشهد والسماء صافية والملائكة ينظرون إلى أمر غريب يتشكل أمامهم. الله سبحانه وتعالى يعلن شيئا لم يحدث من قبل كما ذكر في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس اعتراضا بل توسلا لتوضيح من الله عن هذا الخلق. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فيرد الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. هنا تبدأ لحظة الخلق. الله يأمر جبريل عليه السلام بجمع تراب من الأرض، أبيضها وأسودها، سهلها وحزنها، طيبها وخبيثها، ليكون آدم خليطا يعبر عن البشرية كلها، ثم يخلق من طين، ثم يترك حتى يجف، ثم ينفخ فيه الروح، وفي لحظة النفخ يتحول الجماد إلى حياة، فيقول آدم: ينظر، يتعلم، يتحرك لأول مرة. 2. تعليم آدم الأسماء وسجود الملائكة. الله يعلم آدم ما لم يعلمه أحد، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم يعرضهم على الملائكة ليظهر فضل الله على آدم، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلم يعرفوا، لكن آدم عرف وتكلم وبين قدرة الله على خلق من يعلم ما لم يعلم الملائكة. وهنا يصدر الأمر العظيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. الجميع سجد إلا واحد، الملك المطرود، الشيطان الرجيم، إبليس. إبليس يرفض. إبليس لم يكن ملكا بل كان من الجن، تكبر، استعلى ورفض السجود. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فسقط في لحظة واحدة من أعلى مراتب العبادة إلى أسفل دركات الكبر. الله يطرده، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. لكن إبليس كان يحمل حقدا شديدا للبشر، فأقسم على إغوائهم إلا عباد الله الصالحين. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ويبدأ الصراع الأبدي بين الإنسان والشيطان. خلق حواء وسكن الجنة. آدم الآن في الجنة لكنه يشعر بالوحدة. الله يخلق له زوجة، شريكا، سكنا. حواء خلقت من ضلع آدم الأعوج ليأنس بها. قال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أمر واحد فقط، شجرة واحدة محرمة، ولا تقربا هذه الشجرة. لكن إبليس لم ينسى حقده للبشر، اقترب، وسوس، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. فأكلا وسقطا في المعصية، لكنهما تابا. فقال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ونزل إلى الأرض ليبدأ تاريخ البشر. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
قابيل وهابيل، أول صراع وأول جريمة قتل في التاريخ. تمر سنوات ويبدأ آدم عليه السلام حياته على الأرض، ويتزوج أبناؤه ويكبرون. ولكن يأتي المشهد الأخطر: قابيل وهابيل. الله يأمر كل منهما أن يتزوج أخت الآخر، ولكن قابيل لم يقبل، فاشتعل الغضب في قلبه فقتل أخاه. قال: لأقتلنك. فيرد هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن قابيل يقتل أخاه، أول جريمة قتل في تاريخ الإنسان. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ولم يعرف قابيل كيف يواري سوءة أخيه، فبعث الله غرابا من السماء ليري قابيل كيف يواري سوءة أخيه. ومن هنا جاءت عملية الدفن، ويبقى أثر الدم شاهدا على بداية الفساد البشري. وهكذا تبدأ قصة البشر، بالخلق ثم السجود ثم العصيان ثم التوبة ثم أول دم. إنها قصة كلنا جزء منها، قصة تخبرنا أن الخير والشر ليس مجرد أحداث، بل صراع مستمر داخل كل إنسان. انتهت القصة، لكن العبرة ما زالت مستمرة.